سميح ساويرس ألف لقاء ليه. أحيانا ربنا بيدينا نعمة الجهل، لأن أنا لو أول ما ابتديت الجونة دي كنت متخيل إنها تبقى ضخمة قوي كده كنت أكيد تراجعت. لكن أنا أول ما ابتديتها كانت عبارة عن فكرة إن أنا يبقى عندي مجموعة فيلل تبقى مكان ليا وللمقربين مني، ومع الوقت بدأ البروجكت يكبر وفضلت أكبر فيه لغاية لما بقى مدينة جونة، وهو ده مفتاح البرودكتيفيتي وتجنب البروكراستينيشن. لما احنا بنقرر ان احنا نبروكراستينيت ده مش عشان احنا اشخاص كسولين وما عندناش هدف، اللي بيحصل ان انا بحط هدف كبير قوي، هدف طبيعي يخوف اي حد ان انا بحس انه كبير قوي، وكل ما اقرر ان انا اخد خطوه اوقف. الفكره ان انا عايزه اوصل لهدفي قريب قوي بطريقه سريعه واضغط فيها نفسي، فطبيعي الموضوع بيبقى تقيل قوي عليا وبفضل اجل وعمري ما ببدا. انا عندي هدف وعايز فعلا اوصل له، لازم نمشي على السمارت جول. لازم الهدف بتاعي يبقى سبيسيفيك، يبقى رياليستيك، يبقى اتشيفبل، يبقى الوقت اللي انا احطه ليه يكون مناسب ليه، مش بعقد نفسي. وابدا ان انا اعمل مايلستونز، اركز ان انا في اول 3 شهور عايزه اوصل لهدف واحتفل بالهدف ده لما اوصل له، وافضل كل 3 شهور او كل 6 شهور او كل سنه بحط لنفسي نيو جول. ومع كل جول بحتفل عشان اشجع عقلي وبحس ان احنا عملنا اتشيفمنت، فايه تشجع انه يكمل. مش افضل اتكلم مع نفسي بطريقه نيجاتيف، فاللي هي طبيعي مش هتخليني موتيفيتد ولا عايز اكمل في التارجت ده.